أهلا بيكم معانا. النهاردة هنتكلم عن جملة واحدة، بس جملة عميقة قوي، من نص ممكن نسميه عبء الحياة والصمت الحكيم. النص ده عبارة عن مقولة قصيرة، لكنها بتفتح كلام كتير ونقاش أعمق. الفكرة اللي عايزين نستكشفها النهاردة هي، لما حد بيقدر يستحمل ضغوطات الحياة وشكله كويس ومتماسك، هل ده معناه إن الحمل اللي شايله خفيف؟ لا، مش بالضرورة خالص. النص اللي معانا بيقدم وجهة نظر تانية خالص، مثيرة للاهتمام صراحة. طيب، خلينا نحاول نفهم الكلام ده أكتر سوا. إيه الهدف؟ الهدف إننا نفهم بعمق أكتر ليه ممكن حد يختار يسكت، ما يداريش حجم الألم أو التعب اللي هو حاسس بيه، وإيه ممكن تكون الحكمة ورا ده، زي ما النص نفسه بيقول. الفكرة دي فعلا بتلمس حتة حساسة عند ناس كتير قوي. فكرة إزاي نوازن بين اللي بنحسه جوانا فعلا وبين الصورة اللي بنحاول نظهر بيها قدام الناس. بالظبط. والنص بيبدأ بداية قوية ومباشرة قوي، بيقول: عندما أتحمل ضغوطات الحياة بشكل جيد، فهذا لا يعني أنها ليست ثقيلة على كتفي. الجملة دي لوحدها كفاية تخلينا نقف ونفكر. بتفرق بوضوح بين التحمل اللي باين للناس والإحساس الحقيقي بالتقل جوه الواحد. هنا في مفارقة واضحة بنشوفها كتير. شخص ممكن يكون شايل هموم الدنيا زي ما بنقول، بس في شغله مع أصحابه يبان عادي، متماسك، قوي. السؤال بقى، إيه اللي بيخليه يعمل كده؟ هل هو بس كبرياء ولا في حاجة أعمق؟ اللافت للنظر هنا هو الفرق ده، الفرق الكبير بين اللي جوه واللي بره. والنص بيحاول يفسر ده، بيربط السلوك ده بفهم معين عند الشخص، إدراك معين كده. وهو ده يمكن جوهر الحكمة اللي النص بيشير ليها. الإدراك ده زي ما النص بيقول هو إن فكرة الانكسار قدام الناس، يعني إن الواحد يظهر ضعفه أو يشتكي أو ينهار، إن ده له تبعات ممكن تكون وحشة، ممكن تزود الحمل بدل ما تخففه. فالاختيار هنا مش تمثيل وخلاص، لا، ده قرار. أنني أدرك أن الانكسار أمام الناس يزيد الحمل ثقلاً. هنا بقى الكلام كله. بس هل ده دايماً صح؟ هل فعلاً لما الواحد بيظهر ضعفه الحمل بيزيد؟ دي محتاجة تحليل شوية. ده سؤال مهم جدا وبيفتح كلام كتير. فكرة إن الانكسار بيزود الحمل دي ممكن نفهمها من كذا ناحية، كل ناحية بتعكس خوف معين. أول حاجة الخوف من حكم الناس، يعني أول ما تظهر ضعفك ممكن الناس تحكم عليك، ده ضعيف، ده بيشتكي، مش قدها. الأحكام دي لوحدها مؤلمة قوي. يعني تخيل حد مضغوط في شغله جدا، لو اشتكى ممكن يسمع كلام زي ما كلنا كده، أو أكيد مش منظم. الحكم ده بيزود الألم. وممكن كمان الخوف من إن نظرة الناس للشخص تتغير أصلاً. بدل ما كانوا شايفينه سند، يشوفوه محتاج مساعدة طول الوقت، وده يأثر على شغله وعلاقاته. مظبوط، دي نقطة مهمة. الناحية التانية بقى اللي النص بيلمحها برضه هي إن الشفقة نفسها ممكن تبقى عبء. ناس كتير بتشوف الشفقة دي كأنها إهانة أو تأكيد على عجزهم. لما حد بيصعب عليك بتحس إنه شايفك قليل، وده بيجرح الكرامة أحيانا. في فرق كبير بين التعاطف اللي هو من حد بيحس بيك، وبين الشفقة اللي ممكن تكون فيها نظرة فوقية شوية. الشخص اللي بيختار يسكت ممكن بيحاول يتجنب الإحساس ده. ده حقيقي. استقبال الشفقة بيختلف من شخص للتاني. في ناس ممكن تحس باهتمام، وناس لأ، تعتبرها إهانة. والناحية التالتة هي الإحساس إيه؟ بجدوى الشكوى. يعني لو الواحد مقتنع إن الكلام مش هيغير حاجة، مش هيحل المشكلة، يبقى الشكوى دي مجهود على الفاضي. كأنه بيقول لنفسه أنا تعبان ماشي، بس لو اتكلمت هل ده هيغير الواقع؟ لا. يبقى ليه أتعب نفسي زيادة وأتعامل مع ردود أفعال ممكن تضايقني؟ هنا الشكوى بتبقى حمل زيادة، مش متنفس خالص. التحليل ده منطقي وبيوضح الحسابات اللي ممكن تدور في دماغ الشخص، كأنه بيوزنها بسرعة، تكلفة السكوت وتكلفة الكلام، وبيلاقي إن تكلفة الكلام، الأحكام، الشفقة، عدم الجدوى، أعلى من وجهة نظره. بالظبط كده، هو تقييم شخصي بحت للموقف وللناس اللي حواليه. بس هنا لازم نرجع للسؤال، هل الاعتقاد ده دايما صح؟ إن الانكسار بيزود الحمل؟ غالبا لا. في مواقف كتير الدعم اللي بيجي بعد ما الواحد يعبر هو اللي بينقذه فعلا. لما الواحد بيتكلم مع الناس الصح ممكن يلاقي حلول أو مساندة تخليه يكمل. وكمان طبيعة الشخص بتفرق. في ناس التعبير عندهم أساسي عشان يتعاملوا مع الضغط، السكوت بالنسبة لهم هو اللي بيزود الحمل.
يعني نقدر نقول إن النص بيعبر عن تجربة حقيقية لناس كتير، بس مش قانون عام، مش وصفة للكل في كل وقت. تماماً. النص بيركز على حالة معينة بيكون فيها السكوت اختيار استراتيجي وله مبرراته القوية من وجهة نظر الشخص نفسه. وده بقى ياخدنا للنقطة اللي بعدها في النص، القرار الواعي. النص بيقول: فلذلك أختار الصمت وأمضي كأن شيئاً لم يكن. الجملة دي فيها تحدي وقوة، ده مش استسلام، ده قرار بالمضي بطريقة معينة. اختيار السكوت هنا كأنه آلية للمواجهة أو لتجنب تبعات معينة. تعبير وأمضي كأن شيئاً لم يكن ده بيفكرني بناس بنشوفها ممكن يكونوا بيمروا بمصايب حقيقية، لكن في الشغل أو المناسبات تلاقيهم هاديين جداً ومحترفين، كأنهم بيرسموا خط كده بين عالمهم الداخلي المضطرب وبين الدور اللي مطلوب منهم. وده لوحده مجهود مش قليل أبداً. بالظبط. ممكن نوصف ده بنوع من الصمود أو الجلد زي ما بيقولوا، القدرة على التكيف والمحافظة على الأداء رغم الصعوبات. ودي حاجة إيجابية ومهمة طبعا. لكن هنا لازم نقف ونسأل، إيه التمن النفسي للصمود الصامت ده على المدى الطويل؟ لو بصينا للصورة الأكبر للصحة النفسية، لازم نفكر إن السكوت ده حتى لو هو اختيار واعي في موقف معين ممكن يتحول لكبت مستمر للمشاعر. السكوت اللي النص بيتكلم عنه ممكن يكون آلية دفاعية العقل بيحمي بيها نفسه من الأذى اللي ممكن يجي من بره زي ما قلنا، ودي ممكن تكون مفيدة قوي في الأول. لكن المشكلة بتحصل لما الآلية دي تبقى هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع أي ضغط أو ألم. لو الشخص ما بقاش قادر يعبر خالص تحت أي ظرف، هنا السكوت بيتحول لسجن. سجن؟ سجن إزاي؟ تقصد ممكن يؤدي الوحدة؟ ممكن جدا. الشخص اللي دايما ساكت ده وما بيظهرش ضعف، الناس ممكن تفتكره مش محتاج مساعدة، إنه تمام على طول. ده ممكن يخليه يحس إنه لوحده حتى وهو وسط الناس، محدش فاهم هو بيمر بإيه حقيقي. وكمان كبت المشاعر ده له تبعات نفسية وجسدية معروفة: قلق، اكتئاب، حتى أمراض جسدية. ده سلاح له حدين، بيحميه من ردود أفعال الناس اللي ممكن تزود الحمل زي ما النص بيقول، بس في نفس الوقت بيربي حمل تاني جواه، حمل الكتمان نفسه، وده ممكن ينفجر بعدين. بالظبط. هي دي المعادلة الصعبة. النص بيركز ببراعة على جانب القوة والحكمة في اختيار الصمت كدرع، وده جانب حقيقي ومهم نفهمه. لكن التحدي هو التوازن، إمتى السكوت ده فعلا حكمة وقوة، وإمتى يبقى مجرد كبت بيضر وبيزود الوحدة. الإجابة مش سهلة وبتختلف. المهم نفتكر إن التعبير وطلب المساعدة في الوقت الصح ومع الناس الصح هو كمان قوة مش ضعف أبداً. يبقى الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من النص ده: الشخص اللي بيتحمل وهو ساكت مش معناه إنه مش حاسس بالتقل، لأ، غالباً حاسس بيه جداً، لكن هو بناءً على فهم وخبراته بيختار يسكت عشان يتجنب اللي هو شايفه حمل أكبر وأصعب، حمل نظرات الناس، أحكامهم، شفقتهم، أو حتى الشكوى اللي ملهاش لازمة في نظره. هو ده بالظبط جوهر الرسالة اللي بنفهمها من النص. الصمت هنا مش تبلد إحساس، لأ، ده قرار استراتيجي، تكتيك للمواجهة، مبني على قراءة معينة للموقف وللناس. طيب، بعد ما حللنا النص ده وشفنا أبعاده المختلفة، كل ده معناه إيه في الآخر؟ معناه إن المقولة دي بتفتح عينينا على وجهة نظر مهمة وعميقة، بتقول إن التحمل الصامت ده اللي ممكن نشوفه من بره بأشكال مختلفة ممكن يكون في أساسه اختيار واعي جدا محسوب، اختيار نابع من قناعة ممكن تكون صح وممكن لأ، بإن إظهار الضعف في مواقف معينة ممكن يخلي الأمور أسوأ مش أسهل. النص فعلا بيسلط الضوء على قوة الصمت كدرع، حماية ذاتية. لكن في نفس الوقت هو بيخلينا نفكر، طب إيه اللي بيحصل لما الحمل يزيد قوي عن قدرة التحمل الصامت ده؟ هل الاستراتيجية دي بتنفع على طول؟ الإجابة منطقية لأ. كل استراتيجية ليها حدود، وكل واحد ليه طاقة. النقطة المهمة اللي لازم نفضل فاكرينها هي فكرة التبعات المزدوجة دي. لكل اختيار تمن. التعبير عن الألم له تبعات إيجابية وسلبية، والصمت كمان له تبعات إيجابية زي الحماية وسلبية زي الوحدة والكبت. النص بيركز بذكاء على السلبيات المحتملة للتعبير، بس مهم نفتكر كمان سلبيات الصمت المطبق. ودي نقطة مهمة جدا بتقفل بيها الدايرة. النص ركز على عبء إظهار الضعف والصمت كوسيلة لتجنبه، لكن ده بيخلينا نفكر في السؤال المقابل: ماذا عن عبء إخفاء الضعف نفسه؟ مش التظاهر بالقوة طول الوقت،
والمضي كأن شيئاً لم يكن، ده برضو مجهود وحمل نفسي؟ يعني كأننا بنبدل حمل بحمل تاني؟ حمل مواجهة الناس بحمل التمثيل والكبت؟ هل في طريقة نوازن بين الاتنين؟ إزاي الواحد يحمي نفسه من بره من غير ما يأذي نفسه من جوه بالوحدة والكتمان؟ إزاي نلاقي المعادلة الصعبة دي؟ نحافظ على شكلنا وقوتنا وفي نفس الوقت نلاقي متنفس صحي لمشاعرنا ونطلب الدعم لما نحتاجه بجد. دي نقطة يمكن كل واحد فينا محتاج يفكر فيها مع نفسه بناء على تجاربه واللي بيشوفه. إزاي نوصل للتوازن ده؟